في الوقت اللي فيه بلاد بتدفع ملايين عشان تبقى ترند على تويتر حتى لو ليوم واحد، ويعملوا حملات واعلانات وكمان مؤثرين عشان الناس تتكلم عنهم حتى لو شويه صغيره، كانت مصر بتصنع التاريخ لانها مش محتاجه تدفع جنيه واحد عشان تبقى ترند، لانها هي الترند من قبل ما حتى يتكتب التاريخ. العالم كله يقف ويسمع. بلد الحضاره اللي علمت الدنيا يعني ايه تاريخ، اللي كتبت اول حرف وبنت اول معبد ونقشت اول حلم على حجر. وامبارح مصر رجعت تفكر الكل مين الاصل، ورجعت تفتح بوابه المجد من جديد. المتحف المصري الكبير مش مجرد متحف، تخيلوا معايا حضاره واحده بس عندها اكبر متحف في العالم مخصص ليها، تحفه معماريه واتقال عليه اعظم متحف في العالم، اتكلف اكتر من 2 مليار دولار واتبنى على مساحه نص مليون متر مكعب، وبيضم اكتر من 100,000 قطعه اثريه، كل واحدة فيهم بتحكي للعالم إن فعلا الزمن بيتغير. بس مصر عمرها ما كانت صفحة في التاريخ، لأنها هي أول كتاب اتكتب للبشرية، ومن أول لحظة بتدخل فيها بيستقبلك رمسيس الثاني بنفسه واقف كأنه حارس العظمة دي. وكل ما تمشي في قاعات المتحف تحس كأنك سافرت عبر الزمن لحد ما توصل للقلب الذهبي، أغلى وأجمل قطعة فنية على وجه الأرض. بيتوج المتحف كأنه بيعلن العظمة مش صدفة، العظمة مصرية، قناع توت عنخ آمون. ومش بس القناع ده، كل مقتنيات مقبرته لأول مرة في التاريخ بتتعرض في مكان واحد. ده مش افتتاح، ده إعلان رسمي للعالم كله إن مصر رجعت تتصدر المشهد من غير إعلان، من غير ترند مدفوع، من غير ما تطلب تسقيف من حد. لكن في وسط الفخر ده في موضوع مهم جدا لازم نفتحه، ودلوقتي بالذات الآثار المصرية المسروقة. والحقيقة مش قادرة أسميها أي مسمى غير إنها مسروقة. يمكن لسه ما تعرفش، بس للأسف في آثار مصرية كتير جدا بره حضن الوطن، حوالي أكتر من 1,000,000 قطعة أثرية مصرية منتشرة في متاحف العالم. القطع دي موزعة على من 39 ل 50 متحف حول العالم في بلاد كتير جدا زي المملكة المتحدة، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وإيطاليا، وكمان فرنسا، وكندا، وهولندا، وغيرهم كتير. ومن أبرز المتاحف اللي ساكنة أثرنا المتحف البريطاني في لندن، ومتحف اللوفر في باريس، والمتحف المصري في برلين، ومتحف المتروبوليتان في نيويورك، وغيرهم كتير جدا. وطبعا كل قطعة من القطع دي ليها قيمة كبيرة جدا. ومن أهم وأشهر القطع اللي المفروض تكون في حضن الوطن رأس نفرتيتي، وموجود في متحف نويس في برلين في ألمانيا، وحجر رشيد في المتحف البريطاني في لندن، وسقف معبد دندرة الزودياك الشهير معروض في متحف اللوفر في باريس. والمضحك في الموضوع مش ان اثارنا في كل حته، لكن كمان طريقه خروجها من مصر. يعني مثلا نفرتيتي اتاخد 1912 على ايد عالم اثار الماني، وادعى انه تمثال مش حقيقي، وخبى قيمته الحقيقيه في الاوراق، يعني اتهرب بطريقه شيك جدا. اما حجر رشيد فتم اكتشافه على ايد الفرنسيين، ولما الانجليز انتصروا عليهم في معركه الاسكندريه اخدوه كغنيمه حرب، ومن ساعتها وهو في المتحف البريطاني. وسقف معبد دندرة ده بقى اللي حكايته حكايه. تخيل ان الفرنسيين نفسهم فككوه وقطعوه من مكانه، وبيتعرض لحد النهارده في متحف اللوفر في باريس. والمشكله ان دي مش مجرد قطع اثار، دي شواهد على حضاره هي اصل التاريخ الانساني كله. كل قطعه من دول هي تاريخنا وهويتنا وجزء من روح مصر. والحقيقه دولتنا بقالها سنين بتحارب عشان ترجع اثار مصر، وقدرت فعلا تسترد الاف القطع من امريكا واوروبا ودول تانية كتير. لكن دلوقتي جه دورنا احنا كشعب. الدكتور زاهي حواس اطلق حمله عالميه عشان نرجع راس نفرتيتي وحجر رشيد وسقف معبد دندرة. الحمله دي بتعتمد على توقيعاتنا احنا وبس. كل توقيع فيه صوت بيوصل للعالم ان المصريين عايزين تراثهم يرجع. كل اللي عليك تعمله او تعمليه انكم تدخلوا على موقع دكتور زاهي حواس وتوقعوا، وانا هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن. توقيعك او توقيعها بياخد دقيقه واحده بس بيفرق كتير جدا، لانه بيوري العالم كله ان الشعب واقف ورا دولته في استعاده تاريخها واثارها. وصدقوني دي اجمل هديه نقدمها لمصر بمناسبه افتتاح المتحف المصري الكبير. تخيلوا كده معايا الزياره الجايه نشوف راس نفرتيتي هناك، او حتى حجر رشيد، او سقف معبد دندرة، ونكون احنا بنفسنا اللي رجعناها. اننا نرجع اثارنا لحضن مصر كاننا بنكمل الصوره وبنقول للعالم كله التاريخ هنا، الجذور هنا، ومصر دايما ام الحضارات.